عندما نتحدث عن أقوى سلاح روسي تمتلكه دولة عربية، فنحن لا نتكلم عن دبابة أو منظومة دفاع جوي، بل عن مقاتلة تنتمي إلى الجيل الخامس، مقاتلة صممت لفرض الردع الجوي. هذه المقاتلة تسمى بسوخوي 57، والجزائر هي الدولة العربية الوحيدة المرتبطة بهذه المقاتلة حتى الآن. للتعرف على قوة هذا الوحش الروسي أنت في المكان الصحيح. في هذه القناة نتكلم بلغة الأرقام وبشكل تقني، لا تبخل علينا بالدعم. سوخوي 57 ليست مجرد تطوير لسوخوي 35، ولا تشبه أي مقاتلة روسية سابقة، بل تعتبر قفزة تقنية كاملة. قلب هذه المقاتلة هو رادار N036، وهو رادار نشط لا يضم هوائيا أماميا فقط، بل عدة هوائية جانبية وخلفية منتشرة على الأجنحة وخلف المقاتلة، ما يمنحها تغطية رادارية شبه دائرية. الرادار الأمامي وحده قادر على كشف هدف بمقطع راداري في حدود المتر مربع من مسافة تقارب 400 كيلومتر. لكن الأخطر ليس الرادار وحده، بل دمج المستشعرات. سوخوي 57 تعتمد على نظام OLS 50M للرصد بالأشعة تحت الحمراء، القادر على اكتشاف مقاتلة دون تشغيل الرادار من مسافة فوق 50 كيلومتر في وضع الاشتباك الأمامي، وأكثر من 100 كيلومتر من الخلف، ما يمنحها قدرة قتال صامتة حقيقية. من ناحية الدفع، المقاتلة تستخدم محركات AL41F1 في النسخ الأولى بقوة دفع تصل إلى 15,000 كيلوغرام مع الحارق اللاحق، ومع قدرة توجيه الدفع ثلاثي الأبعاد، ما يمنحها تفوقا في القتال التلاحمي. ومع دخول محرك الفئة 30 مستقبلا، نتحدث عن دفع يتجاوز 18,000 كيلوغرام، مع تقليل استهلاك الوقود وانخفاض البصمة الحرارية. تتجاوز سرعة سوخوي 57 2 ماخ، لكن الأهم هو الطيران فوق الصوتية بدون الحارق اللاحق بسرعة تقارب الماخ 1.3، وهي ميزة لا تمتلكها أغلب مقاتلات الجيل الرابع في المنطقة. وصلنا إلى الأهم، التسليح. تحمل سوخوي 57 صواريخ جوجو من طراز R77M بمدى يتجاوز 190 كيلومتر، مع توجيه راداري نشط متقدم، وصواريخ R74M2 للقتال القريب بزوايا اشتباك واسعة للغاية. أما في الهجوم الأرضي، فهي قادرة على حمل صواريخ كروز داخلية مثل صاروخ KH-59 AMK-2 بمدى يقترب من 300 كيلومتر دون التأثير على بصمتها الرادارية. أما البصمة الرادارية، ورغم الجدل الكبير حولها، فهي تقدر بين 0.3 إلى 0.5 متر مربع، أي أقل بكثير من مقاتلات الجيل الرابع، وإن لم تصل إلى مستويات F35 الأمريكية، لكنها تعوض ذلك بالقوة النارية والمناورة والمدى العملياتي الكبير الذي يتجاوز 3000 كيلومتر بدون خزانات إضافية. بالنسبة للجزائر، هذه المقاتلة ستكون رأس الحرب لدى قوتها الجوية، وستغير من ميزان السيطرة الجوية إقليميا. عقيدة الجزائر الجوية تعتمد على العمق، المدى والضرب قبل الدخول في الاشتباك القريب، وسوخوي 57 تخدم هذه العقيدة بدقة. هذه هي نظرة القيادة العسكرية الجزائرية المستقبلية. لا تنسوا مشاركتنا بآرائكم في التعليقات، وسنكون سعداء بالرد عليها.